ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين. معاكم ياسمين. النهارده بقى جايه اكلمكم في حاجه جربتها كده كل الناس بتقول عليها واو، تقريبا انا الوحيده اللي شايفاها عادي، مش واو ولا حاجه، ولا بتعالج جلد الوزه ولا اي حاجه ده لو مكتوب عليها. انا لما اجرب اقول لكم، لان انا بعاني طبعا من جلد الوزه. يلا بينا حالا بقى نبتدي الفيديو ونعمل لايك للفيديو واشتراك في القناه، فعلوا الجرس عشان يوصل لكم اي فيديو جديد. كمان كده قلبوا في القناه تلاقوا فيديوهات قديمه حلوه تعجبكم جدا. يلا بينا نبتدي الفيديو. ده شاي كريم للبودي، للجسم كله. طبعا لوشن جميل جدا جدا جدا. كاتبين عليه من ورا ايه؟ انه بيساعد على تقليل جلد الوجه، وكمان تستعمليه مره او مرتين، وكمان يكون جسمك مندي، يعني جسمك مبلول خارجه من الشاور. اقل حاجه لازم بعد الشاور بدقيقتين تكون جسمك من يعني مليان من ده، وتستني شويه ينشف، هتلاقي بشرتك ناعمه جدا وجميله وكل الجو ده. لا ده عادي جدا، وانا شايفاه عادي زي اي لوشن، زي اي حاجه موجوده في الصيدليه، ما فيهوش اي تاثير على جلد الوجه ولا اي حاجه. بصوا انا هوريكم، يعني انا بدهنه كده بيدي نفس افكت اي كريم. هو خفيف صراحه وبيشرب الجلد بسرعه، بس انا بشرتي برضه بتبقى ناشفه لان انا بعاني من جلد الوزه جامد قوي 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 قوي، والموضوع ده مؤثر فيا. في اي حاجه كنت بستعملها ما كانتش بتجيب نتيجه، واللي كان بيجيب معايا نتيجه هو الكاربامين. اكيد سمعتوا عنه، ده كريم رخيص من الصيدليه ب 12 جنيه ولا ب 13 جنيه، بس كريم مرطب قوي جدا جدا. اول ما احطه على بشرتي تبقى ناعمه جدا، وما اقولكوش طريه جدا جدا، ومفيش ولا جلد الوزه ولا الملمس. يعني بحط ايدي عليها بعد كده ما الاقيش خالص الهضبات بتاعت والمنحنيات بتاعت جلد الوزه، والشعر حتى بيطلع ناعم وجميل. فده الصراحه ده عادي جدا للناس اللي بشرتها عاديه، اللي بشرتها ما فيهاش اي حاجه، ما فيكيش اي مشاكل، ما فيكيش كل الحاجات دي، وعايزه ترطيب عادي جدا جدا جدا. ده هيديك الترطيب العادي الطبيعي بتاع اي حاجه بتحطيه الصبح وبالليل والموضوع انتهى. مش بيديك الترطيب المكثف زي ما مكتوب عليه يساعد على تقليل جلد الوزه. دي نصيحتي لو عايزين تجيبوه وانتوا احرار، بس انا ما جابش معايا نتيجه. اشوفكم على خير في الفيديو الجاي. باي باي.